السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير، واللي مش مشتركين في القناة وزاروني لأول مرة نتمنى ان شاء الله انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على قناتي. اليوم حبيت نبارطاجي معكم هذه الوصفة الرائعة جدا، وصفة بنينة بزاف. مكونات تاعها بسيطة، ممكن تعتقدوا انها مش حتجي بنينة، لكن طريقة التحضير تاعها راح تخليها تجي بنينة بزاف بزاف. انا نسميه ان ديسير رويال. هو صح تاع الفقاقير ما فيهش مكونات بزاف، لكن ستان ديسير رويال بأتم معنى الكلمة. راح نمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. عندي راح نجيب كسرونة ونحط فيها نصف لتر من الحليب. من بعد راح نضيف عليها ملعقة صغيرة من الفانيليا، وهنا راح نحط 3 ملاعق كبار ونصف من السكر العادي. هنا عندي ملعقة ونصف من الفارينة أو الطحين، عندي ملعقة ونصف من المايزينا أو نشا الذرة. راح نخلط هاد المكونات جيدا حتى يذوب الفرينة تاعي والنشا يذوبوا تماما، ونحطهم على نار متوسطة ومع تحريك بطبيعة الحال مستمر بملعقة خشبية حتى يتقل الخليط تاعي ونتحصلوا على هذا القوام. بعد ما يبدا يتقل الخليط تاعنا نخليوه حوالي دقيقتين او 3 دقائق يستمر في الغليان حتى يتقل مليح ويطيب هذاك النشا والفرينة، وكما قلت لكم تحصلوا على هذا القوام. هنا راح نجيب وعاء اخر نفرغ فيه الخليط تاعي وهو ساخن، وراح نضيف عليه نصف ملعقة كبيرة من بودرة الشانتيي، وراح نضيف قطرة من عطر الكراميل. شوفوا القطرة هذه قدماش، يعني حوالي ربع ملعقة صغيرة. القوام تاعو ثقيل، راح يعطينا واحد البنة هايلة في الكريمة تاعنا. هي الكريمة اصلا بنينة بلا ما نحطوا فيها ذوق الكراميل. انا اليوم تحلية تاعي بذوق الكراميل لذلك حطيت عطر الكراميل. راح نجيبوا لي فيغين تاعنا، كنت زينتهم بشرائح الموز كما راكم تشوفوا فيهم، وراح نحط فيهم كمية من هاد الكريمة. نحاول نخبطها مرتين ولا 3 باش يستوي السطح تاعها وتجي مستوية من الاعلى. شوفوا راح نحط في مستوى الموز فقط، لاني من بعد راح نزيد طبقات اخرى كما شفتوها في اول الفيديو. هنا راح نحضر صوص كراميل. عندي تحبوا كأس ناقص إصبع أو كأس إلا ربع اللي ما يحبوش الحلاوة بزاف من السكر. نحطوه كيما هكا في مقلاة ولا في أي حاجة تكون ثقيلة، ونخليوه ما نحركوهش نهائيا بالملعقة الخشبية حتى يبدا يذوب معنا. وضروري انه النار اللي نطيبوا فيها تكون دليله بزاف باش ما يتحرقناش هذاك الكراميل، لانه اذا تحرق راح يجيكم الذوق المر تاعو، راح يصمت لكم الكريمه. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما بدا 75% من السكر داب لي، راني قاعده نحرك في المقله، وبعد ما داب لي بنسبه 90% نجيب ملعقه خشبيه ونبدا نكمل نحركه باش يذوب لي تماما. بعد ما داب الخليط تاعي تماما جبت له كاس من الماء، نفس الكاس اللي كيلت به عفوا في الاول. الماء تاعي حطيته ساخن. راح تشوفوا الكراميل تاعنا يتكتل بهذا الشكل عادي. راح نبقاو نحركو بالملعقه الخشبيه حتى يذوبوا هذوك التكتلات تماما. يعني راح تاخذ لك العمليه حوالي 4 دقائق ولا هنا راح نزيد نصف كأس من الماء العادي ماهوش ساخن، ونحطو فيه ملعقه كبيره ونصف من النشا او المايزينا، ونبقاو نحركو على نار متوسطه حتى يتقل الخليط تاعنا ونتحصلوا عليه بهذا القوام. شوفوا راح يصبح لونه مايل للشفاف، يعني ذوق كراميل شفاف. انا حطيته انا في كاس وجبت فرغته على الكريمه تاعي. حطيت طبقه سميكه لا باس بها، يعني اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف يقدروا ينقصوا من الطبقه هذه، يديروا طبقه خفيفه ما يديروهاش سميكه بزاف. هكذا راح نفرغ فوق لي فيغين تاعي كامل. وتحبوا تخلوا التحليه تاعكم عفوا بهذا الشكل وتزينوها بالكاوكاو ولا باي حاجه خفيفه من الفوق عادي، راح تجيكم مليحه كما راكم تشوفوا فيها في الشكل. لكن انا حبيت نزيد في البنه تاعها ونزيد في البهاء تاعها، راح تجي باهيه خير من قبل. عندي كاس الا ربع من بودره شانتيي مع كاس الا ربع من الحليب، وراح نضيف لهم واحد فلان كراميل.
تقدروا تستغناو على هاد الواحد فلون كراميل وتضيفوا في بلاصتو قطره فقط من عطر الكراميل. انا كان متوفر عندي عليها حطيته. هنا نطلع الكريمه تاعي حتى نوصل لهذا القوام، وانا استخدمت هاد العدوي كما راكم تشوفوا فيها تاع الورده، وراح نزين فيها. بيان سور هادو لي فيغين تاعنا بعد ما حطيت لهم الكراميل حطيتهم في الثلاجه حوالي ربع ساعه ولا اكثر حتى تماسك هذاك الكراميل تاعي. ودوكا راني قاعده نزين فيهم بهاد لا كريم شانتيي هادي كو كراميل، زينتهم بهذا الشكل. وراح نضيف عليها انا نكمل باقي عفوا لي فيغين. شوفوا انا هنا عندي هذيك اللي تشوفوا فيها في الاخير زينتها بشوكولا، لكن ما عجبنيش الشكل تاعها صراحه، ما جاش كلاس. لهنا حطيتهم جبت الكاوكاو افيلي محمص وزينت به كما راكم تشوفوا، اعطاني شكل رائع. صدقوني انها شكلا ومذاقا رائعه هذه التحليه. نتمنى انكم تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.